ماما، ممكن تسيبي اللابتوب وتلعبي معايا شوية؟ حاضر يا حبيبي، أخلص بس تصميم اللعبة وابعتها للشركة واقعد معاك نلعب ونتكلم لحد ما تزهق. القصة دي حصلت في الهند. كان في ولد صغير اسمه بالا، كان حاسس بالوحدة طول الوقت. مامته كانت دايما مشغولة عنه، وده بحكم إنها بتشتغل مصممة ألعاب لشركة كبيرة، والفترة دي كانت فترة كورونا، وبسبب الحظر اللي كان حاصل وقتها كانت دايما بتشتغل من البيت. كان عندهم مربية كانت بتقوم بكل طلبات البيت واللعب مع بالا وبتسمع لحكاياته وكلامه. بالا كان متعلق بيها جدا، وبسبب الحظر المربية اضطرت انها تسيب البيت وترجع تعيش في بلدها لحد الحظر ما يهدى وترجع تاني للعمل. وده خلى بالا حالته تزيد سوء اكتر من الاول. طلب من امه طلب غريب: ماما، ممكن تصنعي لي لعبة من الألعاب اللي انتي بتصمميها ألعب معاها؟ وصدقيني هسيبك تكملي شغلك ومش هضايقك تاني أبدا. الام فكرت شوية وقامت راحت ناحية أوضة الألعاب اللي كانت مصمماها الأسبوع اللي فات، واختارت منهم دمية على شكل بنت صغيرة بتضحك. الشركة كانت بعتها لها كهدية لكل تصميم كانت بتعمله. أخدت الدمية وادتها لبالا، فرح بيها جدا وشكرها عليها وقال لها إنه خلاص لقى صديقة تلعب معاه ومش هيبقى وحيد مرة تانية. وفي يوم مامة بالا كانت بتجهز الغدا، ما خلصت ندهت لبالا ابنها علشان ياكل. ولما الولد بدأ ياكل لاحظت إنه بياكل قليل جدا عكس الأول تماما. قالت لنفسها يمكن علشان بيلعب طول الوقت في أوضته ده خلاه مش حاسس بجوع. الأم لما خلصت اللي وراها قعدت تكمل شغلها، وبالا كان بيلعب في أوضته مع العروسة. لكن مفيش دقايق وبدأت تسمع صوت لضحك عالي خارج من أوضة بالا، وهي كانت عارفة كويس صوت ضحكته. خافت وقامت راحت ناحية أوضته وفتحت الباب، واتفاجئت لما شافت بالا ابنها قاعد فوق الدولاب وفي ايده الدمية وعمال بيضحك. أمه خافت عليه جدا لما شافته، واستغربت ازاي طفل صغير في سنه ده يقدر يوصل لفوق الدولاب بالشكل ده. ايه اللي مطلعك فوق الدولاب؟ انت عارف انك ممكن تقع وتتكسر رجلك. انا مش قادرة اعرف بس ايه اللي حصل لك. أنا كنت بلعب مع جوديا العروسة بتاعتي، وهي اللي قالت لي إنها علشان ترضى تلعب معايا أسمع كلامها وأطلع فوق الدولاب، وعلشان كده أنا وافقت، وهي طلعت الأول وبعد كده مدت إيديها وشدتني علشان أطلع جنبها فوق الدولاب. وقالت له أمه بعد كده لو شوفتك طلعت فوق الدولاب تاني مش هسمح لك تلعب لوحدك في أوضتك مرة تانية. وخرجت تكمل شغلها. وبمرور الأيام والوقت بدأت تلاحظ الأم إن ابنها حابس نفسه طول الوقت في الأوضة وما بيخرجش نهائي، وطول اليوم بيلعب مع الدمية بتاعته. الأم كانت عقلها مشغول بابنها طول الوقت، وبتسأل نفسها إنه ممكن يكون بالا ابنها يكون بيتصرف كده علشان حاسس بالوحدة، وبإنها مشغولة عنه طول الوقت. فكرت الأم إنها الصبح تتصل بالمدير وتطلب منه أجازة كام يوم علشان تقعد مع ابنها. ولما جه وقت العشاء ندهت الأم على ابنها علشان يتعشى، لكن الولد رفض وقال لها إنه مش عاوز ياكل. وقتها بدأت تتضايق وراحت على أوضته وقالت له يعني إيه مش عاوز آكل؟ ممكن أفهم أنت ليه ما بقيتش بتاكل خالص؟ فجأة صوت الولد اتغير وخرج منه صوت تاني: أنا قلت له ما ياكلش علشان يضعف ويموت، وساعتها هيبقى دمية زيي ويجي للعالم بتاعي ويعيش دمية للأبد. الأم اتصدمت من اللي سمعته ولسه هتروح ناحية الدمية علشان تاخدها منه. أول ما مدت إيديها حست وكأن في شيء غريب كان غير مرئي عمال بيمنعها. وفي اللحظة دي أخدت بالها إن عيون بالا ابنها اتحولت للون الأحمر، لون الدم. ولما بصت على الدمية اتفاجئت بشكلها المرعب
لما لقت شكلها اتغير وعيونها عمالة بتنزف دم. وفجأة الدمية بدأت تتكلم هي وبالا في نفس اللحظة بنفس الصوت المرعب اللي سمعته. اوعي تفكري تلمسيني او حتى تيجي ناحيتي. بالا خلاص ما بقاش موجود هنا في عالمكم، بقى بعيد جدا جدا عنك وعمرك ما هتقدري توصلي له. اخرجي من هنا واطلعي بره وسيبينا. وقتها الأم اترعبت من اللي شافته، طلعت بسرعة من الأوضة وفضلت بره عمالة تفكر وتحاول تلاقي حل. واستنت لما جه الليل، راحت لأوضة ابنها مرة تانية، ولما فتحتها لقت ابنها نايم والدمية صاحية وواقفة جنبه وبتبصلها بكل غضب. الأم اعتقدت إن ابنها نايم، اتسحبت وأخدت الدمية من جنبه وهي بتتنفض من الخوف. راحت على أوضة الألعاب وقطعت الدمية لحتت كتير وحطتها في قلب كرتونة محكمة وشالتها على رف من الرفوف، واعتقدت إنها كده خلصت منها. وراحت على أوضة بالا ابنها تطمن عليه للمرة الأخيرة. لكن أول ما دخلت شافت كارثة. الدمية هي اللي كانت موجودة على السرير، وفجأة أمال مين اللي حطته في الصندوق؟ ايه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟ انا لعنة مستحيل حد يقدر ينهيها. شفتي عملت في ابنك ايه؟ خلاص حولته لدمية وبايدك خليتك تتخلصي منه، ومن اليوم ده انا هاخد مكانه وهكون صديقتك للأبد. وفي اللحظة دي الأم ما قدرتش تتحمل اللي سمعته وأغمى عليها. وبعد شوية بدأت تفوق وهي بتقول بهمس: أنا أسف، عارفة إني غلطانة، بس أرجوكي رجعي لي ابني. يا رب يكون كل اللي شفته ده حلم وما يكونش حقيقة. وأول ما فتحت عينيها شافت ابنها بالا قدامها وعمال يدلق على وشها شوية مية. ولما شافته جريت عليه وأخدته بحضنها. وفي الوقت ده الولد قال: ماما انتي بخير؟ انا خفت عليكي جدا وما كنتش عارف اعمل ايه. اتصلت بعمتي وقالت لي اني ادلق على وشك مية علشان تفوقي. اطمنت الأم وحمدت ربنا إن ابنها سليم، وافتكرت إن كل ده طلع حلم. بالا كان حزين جدا وقال لمامته: انا مش عارف اللعبة بتاعتي راحت فين، عمال بدور عليها يا ماما ومش لاقيها. في اللحظة دي الأم جريت على أوضة الألعاب وفتحت الصندوق اللي فيه الدمية. ولما اتأكدت إن الدمية زي ما هي وأجزائها كلها في الصندوق، طلعت علبة كبريت وولعت فيها. ولما اتأكدت إن النار كلتها تماما، أخدت بعضها وراحت على أوضة بالا. لكن لما وصلت حصلت كارثة. وده لما شافت نفس الدمية قدامها على السرير مكان بالا. هي بتبصلها وبتضحك ضحكة شريرة وبتقول: انا مش قلتلك اني لعنة ومحدش على الارض يقدر ينهيها؟ في اللحظة دي الأم سابت الدنيا وطلعت تجري على أوضة الألعاب. صرخت صرخة عالية من الصدمة لما شافت رماد ابنها وقطع من جسمه وهي محروقة، وعرفت إن اللي كانت مقطعاه في الصندوق ده كان ابنها مش الدمية، وإنها قتلته. ما قدرتش تتحمل الصدمة وانتقلت للمستشفى وهي عمالة تخرب بالكلام وتقول: مش أنا اللي قتلت ابني، هي الدمية اللي كانت السبب، هي اللي عملت كل ده. وبكده القصة تكون خلصت. يا رب تكون القصة عجبتكم. لو بتحبوا قصص الرعب ادعموا القناة باللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لكم دايما كل جديد، واستنوني في قصة رعب جديدة، وأقول لكم سلام.